السلام عليكم متابعي دراما سبورت. السر وراء خسارة منتخب كوريا الشمالية بهدف واحد فقط لا غير أمام اليابان. المنتخب الياباني نفسه اللي طرقنا 5-0 عم بيروح وعم بيفوز على كوريا الشمالية 1-0 وبأرضه. يعني الموضوع أكيد صعب. هل يا ترى منتخب كوريا الشمالية قوي لهذا الدرجة أو منتخبنا سيء كان لهاي الدرجة؟ والحقيقة بشكل عام الأمر مختلف تماما. منتخب اليابان كان قادر يفوز على منتخب كوريا الشمالية بنتيجة 5-0 بس ما فاز بهاي النتيجة. ليش؟ ممكن لحتى ما ينصاب بالعين. يعني انتم بتتوقعوا اكيد في سبب رئيسي وسر رئيسي لحتى ما يفوز منتخب اليابان بنفس النتيجة، علما عم بيلعب بأرضه واقوى من منتخب كوريا الشمالية. طيب تعالوا نفهم سوا ليش خسرت كوريا الشمالية 1-0 امام اليابان بينما نحن خسرنا 5-0، وهل يا ترى مباراة كوريا الشمالية لهاي الدرجة من الصعوبة والخوف؟ قبل ما نفوت بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس، ولا تبخل علينا باللايك. يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي العزيز، لما بينفتح موضوع مباراة منتخبنا مع كوريا الشمالية دائما الحديث انه منتخب كوريا الشمالية تعرض لخسارة بنتيجة 1-0 امام اليابان، ونحن خسرنا 5-0، فلازم نكون منتبهين لهذا الموضوع. اول سؤال بيخطر ببالي، انت تابعت مباراة كوريا الشمالية واليابان؟ لانك اذا تابعت اكيد ما راح تحكي هذا الكلام، راح يكون كلامك مختلف تماما. اللي تابع مباراة اليابان وكوريا الشمالية راح يعرف عدة أمور بسيطة جدا. منتخب اليابان لما لعب قدامنا كان عم بيلعب بتشكيلته الأساسية. لما لعب مع منتخب كوريا الشمالية ما كان عم بيلعب بتشكيلته الأساسية. منتخب اليابان لما لعب معنا كان في كوبو، في إيتو، في إيندو، قلبي الدفاع. يعني أنت عم تحكي عن مباراة كوريا الشمالية واليابان اللي غاب فيها 6 لاعيبة أساسيين لعبوا قدام منتخبنا، وكمان لعبوا ببطولة كأس آسيا. فالغيابات كانت موجودة بخط الوسط وبخط الهجوم وبقلبي الدفاع. فقط حارس المرمى والأظهرة من اللاعبين الأساسيين بمنتخب اليابان ولاعب بخط الوسط وفقط لا غير. فمنتخب اليابان لما واجه كوريا الشمالية لعب بعدة لاعبة غير أساسيين بالمطلق، لا بالتصفيات ولا حتى ببطولة كأس آسيا. ما كانوا لاعبة أساسيين وما كانوا لاعبة مميزين حتى. أي إن يا صديقي العزيز مباراة اليابان إيقاعها كان مختلف عن مباراة منتخبنا. المنتخب الياباني كمان لما دخل مباراة منتخبنا كان داخل لمواجهة منتخب نوعا ما عنده مدرب كبير مثل هيكتور كوبر. شفنا تصريحات مدرب منتخب اليابان وتصريحات اللاعبين بأن منتخب سوريا منتخب جيد. الشيء اللي صار مع منتخبنا ممكن ما يتكرر عدة مرات، يعني بشكل عام ممكن ما يتكرر. نحن بمباراة اليابان على فكرة يا جماعة نحن 8 تسديدات على المرمى، 5 أهداف. تلقينا 8 تسديدات فقط على المرمى. يعني المنتخب الياباني ما سدد علينا تسديدات، لكن من هال 8 تسديدات جاب علينا 5 أهداف. بظرف ربع ساعة جاب 3 أهداف. يعني نحن لولا الانهيار اللي صار بالشوط الأول من الدقيقة 30 إلى الدقيقة 45، في 15 دقيقة صار في انهيار بمنتخب سوريا. كان ممكن نطلع بنتيجة، يعني نتيجة 2-1 أو 2-0، لكن نتيجة ال 5-0 نتيجة كانت قاسية على منتخبنا، لأن صارت فيها بعض الأمور اللي غير منطقية. من 8 تسديدات يتسجل بمرماك 5 أهداف. بدأت بالدقيقة 30، بدأت الأهداف إلى الدقيقة 45، وبالشوط الثاني ببداية الشوط الثاني من كرة ثابتة تسجل بمرماك الهدف الرابع. فكل هاي العوامل كانت مؤثرة لحتى تكون النتيجة عريضة. أما بمباراة كوريا الشمالية فالأمر كان مختلف تماما وراح أحكي لك إياها. وهون يا صديقي العزيز بنشوف ببداية المباراة بتقريبا بالدقيقة الثانية المنتخب الياباني عم بيجيب هدف على منتخب كوريا الشمالية. يعني بأول دقيقتين منتخب اليابان جاب هدف. وشوف عدد اللاعبين الموجودين بمنطقة الصندوق منتخب كوريا الشمالية، 5 لاعيبة يابانيين موجودين بمنطقة صندوق منتخب كوريا الشمالية. يعني الكرة وين ما راحت راح توصل للاعب ياباني وراح يسددها على المرمى وراح يجيب هدف. بالإضافة أنه في لاعبين حتى خارج منطقة الجزاء من دون مراقبة.
فالمنتخب الكوري الشمالي لما دخل لمباراة اليابان دخل من دون تركيز، هاي أول نقطة سلبية على منتخب كوريا الشمالية. والمنتخب الياباني داخل مهاجم مكتسح، ما خايف من كوريا الشمالية وفايت بالجو، وجاب طرق هدف بأول دقيقتين. شو صار بمنتخب اليابان بعد هذا الهدف؟ ما النتيجة انتهت 1-0. مشكلة المنتخب الياباني ضيع فرص بالهبل بالهبل. هاي أول نقطة. الشغلة الثانية الغرور والأنانية، واللي رح نشرحها بهالفيديو. وهون يا صديقي العزيز بظرف ربع ساعة بعد الهدف الأول اللي سجله منتخب اليابان، حصل منتخب اليابان على فرصتين تقريبا انفرادة. الفرصة الأولى الكرة مع اللاعب كان ممكن يمررها تمريرة بينية وبتوصل للاعب المهاجم الآخر ومنفرد مع حارس المرمى، لكن كان فيها نوع من الأنانية ما مرر. الفرصة الثانية كمان كانت فيها نوع من الأنانية، بمنطقة الصندوق في 4-5 لاعيبة يابانيين. هاي نحن عم نحكي عن أول ربع ساعة من المباراة. شوف حجم الفرص اللي أضاعها منتخب اليابان أمام كوريا الشمالية. يعني اللي شاف المباراة راح يشوف بأن منتخب اليابان كان موجود بمنطقة صندوق منتخب كوريا الشمالية، كان عم بيعمل هجمات وفرص مستحيل تضيع، فرص موجودة أنت بمنطقة صندوق، لكن في نوع من الأنانية وفي نوع من الرعونة. لو في مهاجم بيجيب أهداف الموضوع كان سهل على منتخب اليابان، بيجيب 5 أهداف. هاي عم نحكي لك عن أول ربع ساعة فقط. وحتى منتخب اليابان بعد هاي الربع ساعة صار عم بيسدد من بعيد، تسديدة من بعيد. فينا نقول حارس منتخب كوريا الشمالية كان عم بيتصدى لكرات. يعني نحن بمباراة اليابان ما كان في لا تصديات، لا في حالة ذهنية جيدة من اللاعبين. المنتخب انهار بعد الهدف، لكن منتخب كوريا الشمالية يحسب له بأن حتى بعد ما سجل المنتخب الياباني بأول دقيقتين هدف ما خرج ذهنيا رغم كل الفرص اللي عم نحكي عنها لمنتخب اليابان. سدد من بعيد، الحارس متألق، في انفرادة تقريبا شبه انفرادة لمنتخب اليابان تمت إضاعتها، ما كان في تمرير، في نوع من الأنانية كانت موجودة. وهاي كل هاي الأمور عم نحكيها فقط بشوط واحد لمنتخب اليابان. منتخب اليابان كان موجود بمنطقة صندوق منتخب كوريا الشمالية يا جماعة. وأنا هون حابب تشوف هاي الفرصة تحديدا. هاي الفرصة بينية بين لاعبين جميلة جدا، نعم تألق فيها حارس المرمى، لكن كانت أفضل من ركلة جزاء يحصل عليها منتخب اليابان. منفرد وجه لوجه مع حارس المرمى، ما جابها الحارس، تألق فيها. لكن بشكل عام نفس الأمر بنحكيه خلال 45 دقيقة تقريبا. أنت عم تحكي عن 10 تسديدات لمنتخب اليابان على مرمى منتخب كوريا الشمالية من دون ما يسجلوا أهداف. بالشوط الثاني كمان حصلوا على عدة فرص رح نحكي عنها بهذا الفيديو. فبالتالي أنت عم تحكي عن تقريبا 16 تسديدة على المرمى، 16 تسديدة. منتخب كوريا الشمالية ممكن سدد تسديدتين أو ثلاثة، ورح نحكي عنها بالفيديوهات القادمة. قوة منتخب كوريا الشمالية بالحالة الذهنية، تحركات لاعيبة كوريا الشمالية. لكن هذا الفيديو مخصص فقط للسر وراء خسارة منتخب كوريا الشمالية فقط بنتيجة 1-0. السر انه منتخب اليابان كان عم بيضيع فرص بشكل رهيب جدا. تسديدات غير منطقية، ما عم تجي اهداف، حارس المرمى متألق. المنتخب الكوري الشمالي كان متقوقع بالحالة الدفاعية، ورغم هذا الشيء كنت عم بتشوف انفرادات موجودة. المنتخب الياباني ومدرب منتخب اليابان خرج بعد مباراة كوريا الشمالية وأكد بأن هذا الشيء لازم ما يتكرر. الشيء اللي صار، الرعونة الموجودة، الأنانية، تحدث حتى عن موضوع الأنانية بين كل لاعب من هاللاعيبة اللي ما عم بيستمر بالتواجد بالتشكيلة الأساسية، عم بيحاول يثبت نفسه، وهذا الأمر ممتاز جدا. لكن أنت بنتيجة 1-0 ما حسمت المباراة، كان لازم يكون الحسم أو نوعا ما الحالة الفنية أو المراوغة أو المهارة بعد الهدف الثاني أو الثالث. إذا سجلناه بعدها بناخذ نوع من الريسك والأنانية وهاي الأمور. فتحدث مدرب منتخب اليابان بشكل موسع عن هذا الموضوع. بالنتيجة 1-0 أنا هي جيدة بالمجموعة، يعني فزنا فيها، لكن للأسف كانت في نوع من الرعونة والأنانية. وهذا الشيء اللي شاف المباراة راح يشوف من منتخب اليابان كان مسيطر، لكن كان في شيء بين اللاعبين كان غير موجود، واللي هو الكيمياء بين اللاعبين. موضوع الانسجام ما كان موجود. مثل ما حكينا التشكيلة ما كانت التشكيلة الأساسية اللي شفناها ببطولة كأس آسيا واللي شفناها بالتصفيات مع منتخبنا، وحتى قدام ميانمار ما لعبوا بنفس التشكيلة.
على العموم هذا كل شيء حاب احكي عن هذا السبب بالذات، يعني سبب انه منتخب كوريا الشمالية كيف تعرض للخسارة فقط بنتيجة 1-0. هذا هو السر، ليس الا منتخبنا قادر على الفوز على منتخب كوريا الشمالية، قادرين على خلق الفرص. لكن اكيد رح نشرح بالفيديوهات القادمة عن موضوع الضغط العالي، عن موضوع الكثافة بمنطقة الصندوق. هذا الشيء صعب جدا نعمله حتى قدام منتخب كوريا الشمالية. نحن عندنا مدرب ما بيعتمد على نفس الطريقة اللي بيلعب فيها المنتخب الياباني، لازم نكون مقتنعين بهذا الموضوع، وبنكون يعني مقتنعين بأن ممكن نتحسن عن مباراة الذهاب اللي لعبناها قدام كوريا الشمالية، لأن مباراة الذهاب ما كانت جيدة. في إمكانية للتحسن بمباراة الإياب، والموضوع اكثر من كونه تكتيكي هو موضوع هل يا ترى اللعيبه راح يكونوا بافضل ايامهم، راح ينفذوا هاي التعليمات، وهل يا ترى هاي التعليمات راح تكون جيده او غير جيده. ممكن نتناقش بالفيديوهات القادمه عن امور تكتيكيه اخرى. هلا في ناس ممكن ما تحب هاي الفيديوهات، نوعيه الفيديوهات، لكن انا بحبها. بحب احكي بهالامور اكثر حتى من موضوع هذا اللاعب راح يجي، هذا اللاعب راح ينضم، هذا اللاعب راح يغادر، هذا اللاعب صار في مرضان، هذا اللاعب زعلان. ما كثير بحب هالمواضيع بصراحة. الأمور التكتيكية والفنية رح نتوسع فيها بالأيام القادمة. والموضوع لا يتعلق فقط بمباراة كوريا الشمالية، يتعلق بشكل كرة القدم للناس اللي بتحب كرة القدم. فهاي الفيديوهات مخصصة إلها، اللي بتحب تتعمق بكرة القدم. رح تكون الفيديوهات القادمة بشكل معمق أكثر إن شاء الله. بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة خير وسلامة.